ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد. اول حاجه كده قلت اشارككم يومي كنت بنعمل ايه النهارده. فامي كنت بنعمل قرص بقى وكده وعيش طويل اللي هو العيش الناشف اللي انتوا عارفينه. صورت معاكم كذا مره. هم بقى كنت عاوزه اشكر الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه. حقيقي متشكره قوي لذوقكم. لولا فعلا تعليقاتكم الحلوه دي هي اللي بتشجعني. ربنا يا رب يديمكم في حياتي ويعني ويرزقكم كده ويجعلكم كده من الصالحين. فهم بقى كده ان شاء الله كده هنعمل قرص. تعرفين القرص تعمل ازاي؟ باللبن الرايب او لبن حليب وعليه خميره وسكر وملح، وتعجني وتحطي الدقيق وتخليها عجينه حلوه كده. وبعد كده تجيبي حته سمنه حلوه وقشطه، قشطه او سمنه او ممكن الاتنين مع بعض. تعملوا ميكس كده مع بعض وتحطوهم على العجين. وبعدين تعجنها بقى تاني كده، ولو عايز شويه دقيق تحطها لها عشان ما تلزقش في ايدك. وخلاص بعد كده سيبيها بقى تخمر براحتها، ولما تخمر قطعيها كور صغيره وبعد كده افرديها بالسريع. واعمليها بايدك كده وافرديها كده زي ما انت شايفه قدامك. وتقومي رايحة حاطاها بقى على اللوح او على الصاج تخمر براحتها. ممكن بقى تعملي حبة بسكر زي ما انت شايفينها كده، بحط فيها سكر وبقوم رايحة تانياها وفردها كده. فهم بقى دي كانت القرص قدامكم. هنخبزها بقى طبعا في الفرن البلدي، او ممكن تخبزها في الفرن اللي هو الغاز، فرن الغاز عادي. عندنا فرن غاز وعندنا فرن بلدي، بس احنا حماتي بتحب تستعمل يعني الفرن البلدي وكده. فهم بقى هنا برضو كنت بنعمل عيش البط، طبعا انتوا عارفين طريقته. اللي هو بتجيبي مثلا مية، وبتعجن بمية، ميه وخميره وملح وسكر ماشي، وتحطي الدقيق وتعجني بس عليها بقى ايه كده. يعني مثلا كوبايه دقيق ذره، يعني مثلا انت حطيت مثلا 4 كوبايات دقيق قمح عليها كوبايه دقيق ذره، فاهمني؟ وانت قرصيه بقى كده زي ما انت شايفه وسيبيه يرتاح. بس اول ما تقرصيه خديه قدام الفرن على طول. احنا بنعمله بقى بالمكنه. في ناس بتعملها بايديها وممكن تطوله عادي زي ما انتوا بقى شايفين كده. شوفوا بيخمر في ثانيه ازاي. عندنا المكنه، انتوا عارفين دي بطاطس عشان هنشويها في الفرن. زي ما انتوا بقى شايفين كده بنعمله بالمكنه، بيبقى طويل وبنحطه بقى في الفرن ايه نعمله. ممكن تطلعي منه طري وممكن تطلعي منه ناشف. هون بقى انا كنت عاوزه اكلمكم النهارده بقى إيه كان في حاجه حصلت لي كده يعني من قيمه سنه كده، فكنت حابه اقول لكم عليها وان انا اتعظت منها قد ايه. فما أنا ايام الكورونا يعني وكده. فما انا كانت جالي مثلا رحت اكشف، قال لي فالدكتور قال لي انت عندك شبه كورونا. ففضلت راقده في السرير يجي 3 ايام. فكنت بنقول انا عملت ايه، مش عملت ايه عشان يجي لي كده. انا عملت ايه لو مت دلوقتي او هقابل وجه كريم؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه لسه. التزمت بصلاتي، قرأت قرآن، حفظت ايه اللي في القرآن. سيبك من تربية الولاد ولا اي حاجه من دي. لا، اهم حاجه عندنا الجانب الديني. انا فعلا لما اشوف اي حد بنقول له اهم حاجه الجانب الديني. قرب من ربنا وانت حياتك هترتاح. الصراحه من ساعه 3 ايام اللي رقدتهم في السرير ده وانا قررت اني اقرب من ربنا. صلاه الفجر دي ما بسيبهاش ابدا الا صلاه الفجر. ابدأي كده معايا كده بصلاة الفجر، ساعتها هتلاقي نفسك عمالة تتطوري يوم ورا يوم. ما كنتش بصوم خالص، قررت ان انا اصوم سبحان الله بعد دعاء، يعني بعد الحاح ودعاء لربنا سبحانه وتعالى. بتدعي ربنا اقول يا رب نفسي اصوم، يا رب نفسي اصوم. سبحان الله كل يوم اكتسبي عادة، او كل اسبوع او لحد ما تكتسبي العادة دي هتلاقي نفسك بتتطوري في عادة تانية. بس ابدأوا مثلا اول حاجة بصلاة الفجر. مش عايزين نسيب صلاة الفجر تاني يا جماعة، عشان الأمة الإسلامية ترجع تاني. تبقى متماسكة كده ومترابطة. أهم حاجة صلاتنا. هتصلي هتلاقي ربنا هيرزقك وهينجيلك ولادك حتى لو بتعملي ايه. أنا كذا مرة ليا عيال على السطح والسطح عندنا ملوش سور. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيسترها معاه. أهم حاجة الصلاة. لما نصلي الصلاة في ميعادها، بنقرأ قرآن الورد اليومي بتاعنا. بنصلي مثلا صلاة الضحى. لو هنصوم مثلا اثنين وخميس، ده كله هتلاقي نفسك مش محتاجة أي حاجة من حد، مش محتاجة حد أصلا يتكلم معاك، مش محتاجة أصلا حد يقرب منك. انت عايزة تقرب من ربنا بس. هتحس بدنيا تانية غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها. صدقين. أنا كنت بصلي عادي قبل كده، قبل ما يجيلي كورونا دي، قبل ما اتعب التعب ده، مش عايزة أقول كورونا، قبل ما اتعب التعب ده كنت بصلي عادي. بس بعد كده ايه اللي حصل؟ ما حسيتش بإحساس الصلاة ولا بلذة الصلاة اللي أنا حسيت بيها. فهم أنا كنت عايزة أقول لكم ده كان فول مشوي رحت جبته من الأرض. إن شاء الله هصور لكم وأنا بجيب خضرة وفول وحاجات من الأرض. ده الفول اللي هو الفول الأخضر مش فول مشوي، أنا باعمله بقى في المشوي. باسلقه في مَيّة كده تسيبيه يستوي أوي، أوي. وبعد كده تجيبي فصين توم أو كمية التوم اللي أنتِ عاوزاها، 3، 4 فصوص توم بحتة سمنة وتحمّريه.
ومثلًا في قرن شطة في قلبه كده في قلب التوم تحمّريه معاه، بعد ما يستوي أو تصفّيه بالمصفى، وتنزلي بقى إيه بالفول كده على التوم، وتحطّي له شوية مَيّة تسيبيه يغلي بالتوم شوية، بيبقى طعمه جميل، جرّبوها هيعجبكم، وإن عجبكم قولوا لي في الكومنتات عشان أعرف رأيكم إيه في يومي. وده برضه كنت باعمل شوية مسقعة، كان عندي بتنجانتين قُلت أحمّرهم كده وأعمل شوية مسقعة، وكان عندي صلصة بقى جاهزة فقُلت أعملهم إيه مسقعة بسرعة، فاقوم بقى إيه زي ما أنتم شايفين كده، وعملت برضه حمّرت بطاطس شيبسي، بس ما تحطيش كتير في الطاسة، لإن حطيت كتير فبتدوّخك بقى أول ما تحمّري. ده التوم بقى بتاع الفول اللي أنا قُلت لكم عليه، زي ما أنتم بقى شايفين كده، هاقسم بقى نُصّه للمسقعة ونُصّه للفوم، واحط له بقى شوية مَيّة ممكن تقطّعيه بالمقص كده، بس أنا المفروض كنت جِبت حاجة واسعة شوية، بس مش عارفة أنا ما جِبتش حاجة واسعة ليه، كانت دماغي فين ساعتها مش عارفة، فاقوم بقى أنا قطعته بالمقص بقى، بس هو بيبقى طويل كده خلّي بالك، ما تقطّعوش بالمقص زي ما أنا عملت، لمّا بيبقى طويل كده وبيبقى مستوي بيبقى جميل، وكان عايز يستوي شوية كمان، المهم أنا كنت مستعجلة، حطيت بقى شوية فلفل أسمر كده وشوية بهارات مشكّلة، بيبقى طعمه جميل، جرّبوها هيعجبكم. وده بقى المسقعة، حمرت التوم بتاعها برضُك وعلى قرن فلفل، تنزلي بالصلصة وتحطي البتنجان فيها شوية وشوية مَيّة عليها تاخد غلوة بس وبعد كده خلاص تقومي غرفاها، وهاعمل برضُك فول بطماطم وكده. المهم بقى أنا عايزة نرجع في موضوعنا، الناس اللي زيي كده واللي هُم شبهي، اللي هُم مش عارفين طريقهم إزاي، أول حاجة قرّبوا من ربنا، صلّي صلاة في ميعادها هتلاقي نفسِك كل يوم هتكتسبي عادة جديدة، عارفة أنتِ عارفة لمّا بتصلّي الصلاة في ميعادها تلاقي نفسِك عاوزة تعملي حاجة جديدة، عايزة تشوفي تقرّبي من ربنا إزاي، صلّي صلاة القيام، القيام جميل بجد، أنا أنصح أي حد أنا باسمع الدكتورة هالة على طول، قيام الليل ده فعلًا صدقيني مش هتلاقي أحسن من قيام الليل، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيجنبِك عن المعاصي بحالها، بيسترها معاكِ دنيا وآخرة، بتلاقيه بيرزقِك من حيث لا تحتسبي، ما تعرفيش رزقِك ده جاي منين، صدقوني بُصّوا جرّبوا لو حتى لو عادة واحدة وقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في العادة اللي أنتم اكتسبتوها. فالمهم هنا بقى كنت هنعمل بقى شوية بسبوسة كده حلوين، فقُلت أعملها معاكم، كنت جايبة نُص كيلو بسبوسة فرط اللي هي من عند العطار، طبعًا الشربات ده مش هيكفّي لإن أنا عملت شربات كمان. بُص بقى النُص كيلو بسبوسة عاوز كام، كوبايتين سكر على كوبايتين مَيّة، على كيس فانيليا، على إيه، على نُص ليمونة، ماشي، ده ربع كيلو بسبوسة، هنفضّي كمان ربع بقى زي ما أنتم شايفين. بُص بقى أنا حطيت معلقتين جوز الهند كبار. معلقة صغيرة بيكنج باودر، على كيس فانيليا، وتقلّبي كلّه مع بعض، على كوباية إلا ربع سكر، وتقلّبيها إيه مع بعض. شوفي أنا حطيت البسبوسة فين، هنا بقى حطيت الكوباية إلا ربع لبن، ولسه جنبي لبن لو احتجت لبن أحط لها، وعليها السكر، وفضلت بقى نقلّب فيها بالمضرب كده، لقيتها ما عرفتش أقلّب بالمضرب، فجبت المعلقة وقعدت نقلّب بيها، زي ما أنتم شايفين كده عادي مش شرط تضربيها أوي، زي ما أنتم شايفين بقى كده قعدت نضرب فيها كده بالمعلقة لحد ما تعمل خَصْ، ونزلت عليها بكيس الفانيليا، وبعد كده هانزل عليها باللبن الرايب اللي هي كوباية إلا ربع لبن، واللي احتاجت لبن حُطّي لها، ما تقوليش مثلًا لأ أنا هي كوباية إلا ربع بس لأ، بافضل بقى أقلِّب فيها كده، وبعد كده هانزل بقى عليها بالبسبوسة اللي أنا حطيت عليها جوزة الهند ومعلقتين نشا، ومعلقة صغيرة baking powder فاهماني، وذرة ملح ومعلقتين جوزة الهند، وتقلّبيهم كده مع بعض كلّهم بقى في بعض كده، وبعد كده تنزلي بقى إيه بالبسبوسة كده على الإيه على الخليط اللي إحنا عملناه، اللي هو اللبن الرايب كوباية إلا ربع لبن رايب، على كوباية إلا ربع سمنة أو زبدة، أنا حاطة زبدة الصراحة، على كوباية إلا ربع سكر، زي ما أنتم بقى شايفين كده بتقلبي حلو كده، هتحتاج لبن رايب تاني شايفين عاملة إزاي، ما تنفعش كده لازم تحتاج لبن رايب تاني، وتحطيها بقى على نار عالية في الفرن، نار عالية خالص من تحت الأول، وبعد كده تحمّريها من على الوش، زي ما أنتم بقى شايفين كده بافضل أقلب فيها، المهم إيه هي كانت كده مضبوطة كده، مش عارفة أنا حاطة طلعت تاني والّا لأ. فاقوم بقى زي ما أنتِ شايفة كده أبدأ بقى إيه، أدهن الصينية سمنة وأنزل عليها بيها، ممكن تحطّي لها حتّة قشطة لو أنتِ عاوزة، بس أنا الصراحة ما حطيتش قشطة، زي ما أنتم بقى شايفين كده بانزل بيها. طبعًا تاني الشربات كوبايتين سكر، أنا شُفتها على النت لقيتهم حاطين كوباية سكر ما كفتش، كوبايتين سكر وكوبايتين مَيّة، وأبدأ بقى إيه أضبّطها كده، ممكن تخلّيها لينة شوية كمان عادي، أنا ممكن ساعات باخلّيها لينة شوية، بس هي دي كانت فرقت معايا قُلت خلاص مش مشكلة.
حطيتها بقى في الفرن كده، سِبتها بقى تستوي مع نفسها، وقعدت بقى كده مبططها كده شوية، عشان بحيث إنها تبقى إيه لازقة، ممكن تحطي من على وشها قشطة عادي برضه. ما تخافيش، هي مش هتنفش أول أي حاجة، بس هي أهم حاجة الشربات بتاعها يبقى مضبوط، زي ما أنتم بقى شايفين كده طلعت إزاي، عاملة إزاي. أبدأ بقى أنزل بقى بالشربات، طبعًا الشربات قُلت لكم ما كفّاش، كان عاوزة شربات كمان، عملت لها والله شربات كمان، بس هي عاوزة بيبقى في ساعتها بقى، لإن لمّا بتشرب الشربات وهي سخنة، لأن الشربات بيبقى بارد وهي بتبقى سخنة، بتبقى إيه زي بتاعة المحلات، هي طعمها جميل فعلًا، جربوها هتعجبكم أوي، مش هتندموا صدقيني والله جميلة، بس قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ما حدش يجرب من غير ما يقول لي. آآ بسبوسة جميلة، بس لو كان بقى عندِك سوداني أو لوز كانت ممكن تحطيها، بس أنا ما كانش عندي، وممكن كده كنت باقطّعها عشان الشربات ينزل فيها تشرب بحالها، زي ما أنتم بقى شايفين كده. المهم بقى أنا كنت بقى إيه قفلت الكاميرا وعملت لها بقى شربات كمان، لقيت بقى الشربات مش مكفّي، ما تكفّاش دي، لإن نُص كيلو كتير برضه، لو ربع كيلو الشربات ده يكفّيها، هي كوباية سكر على كوباية مَيّة على عصرة ليمونة على كيس فانيليا، دي يكفّيها. زي ما أنتم بقى شايفين كده، كنت باطلّعها باشوفها إيه، فيها والّا لأ، لقيتها عاوزة تاني. هنا بقى كنت عملت لها شربات تاني، شايفين عاملة إزاي، جميلة فعلًا جرّبوها، عاملة زي بتاع المحلات، ماسكة نفسها وكلّها شربات، قولوا إيه رأيكم، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة عشان قناتنا تكبر مع بعض.